اكل عيشنا يا باشا، اكل عيشنا ده فلوس يا بيه. ايوه الفلوس يا بيه. انا قررت اروح مدينة هامبورغ في المانيا. الطريق المفروض ياخد مني بالظبط 5 ساعات من فرانكفورت لهامبورغ، بس دلوقتي بقى ناقص بالظبط 4 ساعات و12 دقيقة، فدعواتكم بقى نوصل بالسلامة. الطريق بقى يا جماعة كان سهل جدا، الطريق كان فاضي لان انا مشيت الصبح بدري، بس بصراحة اول ما دخلت المدينة منظر القطر وهو معدي والمباني القديمة والناس المعدية الشيك الرايقة كده والبلد نظيفة بصراحة، لا عجبتني جدا. اللي لاحظته بقى ان هو منتشر هو موضوع العجل في كل حته وفي كل ركن، والناس تقريبا بتفضله اكتر من العربيات عشان الزحمه. دي بقى اوحش حاجه في هامبورغ لغايه دلوقتي، الاكسبيرينس والتجربه اللي انا فيها يا جماعه زي الزفت في السواقه وفي الطريق. في مظاهرات ضد شويه مجموعه ناس، او مش مجموعه ناس يعني، هو كانت في كده قصه حصلت هنا ترند قلب الدنيا في المجتمع الالماني، وهو ان في زي جزيره اسمها سولوت، هكتبها لك اسمها اهي. الجزيره دي يا سيدي مشهوره قوي انها بتاعت الاغنياء والناس تروح فيها تتفسح وتقضي فيها الصيف وحاجات كده. المهم ان كان في مجموعه، في فيديو انتشر جامد جدا على السوشيال ميديا والناس بتطلب فيها المان بيغنوا وبيهيصوا وبيقول لك ايه، طلعوا الاجانب كلهم بره المانيا. ايه كده فكر شويه نازي من فاهم من زمان ايام حجنا هتلر وبتاع، فالدنيا مقلوب. ومن ساعه ما الفيديو ده انتشر والترند ده قلب الدنيا على السوشيال ميديا هنا في المانيا، وبالتالي دلوقتي في مظاهرات في هامبورغ ضد الناس دي، يعني ضد الناس اللي هم النازيين، فاهم حاجه؟ فالمظاهرات دي قلبت الدنيا، والبوليس كاتب على النت ان حوالي 10,000 بني ادم هيشارك في المظاهره، فقافلين كل الطرق. وبسببها انا حرفيا من الساعة 5 لغاية الساعة اهو داخلين على 7 الا ربع وانا واقف في الطريق مستنيين ان هم يفتحوا اي سكة بحيث ان انا اطلع على الطريق السريع. يا دبي مارينا GBR، هي دي بقى هامبورغ مارينا. ده يا جماعة الماركت اهو بتاع السمك زي ما انتم شايفين. انا هنا كده في المينا بتاع هامبورغ، وهنا كلها محلات السمك بقى والبيع والشراء والسي فود كله على ابوه. للأسف اليوم ممشيش زي ما انا عايز. الوضع كالآتي يا جماعة، بصراحة انا خلصت يومي في هامبورغ ولفيت وخلصت شغلي، والهدية اللي انا عملتها والمشوار كله انا ضربته على هامبورغ اخيرا هقولك عليه، هو ان انا اخيرا اشتريت عجلة جديدة اهي، لسه جايبها. دي العجلة القديمة، الحاج عبود هيجرب معانا العجلة القديمة النهاردة، هناخد لفة محترمة. ربنا يستر معاك اصلا في العجلة دي. دي الجديدة انا جبتها، بس المفروض ان هي مختلفة شوية يا جماعة، يعني بروفيشنال اكتر، مقاس اكبر، والماركه بتاعتها اجمد شويه. وعندك اهي ده البراند بتاعها تريبان 520، ده الموديل بتاع البراند، هي اصلا من ديكون. يعني لطيفه مش اي كلام، بس هنشوف مين فينا اللي هيسبق النهارده، الله اعلم. المشكله بقى ان انا مش قادر ان انا اسوق رجوع لفرانكفورت 5 ساعات، فالبديل بقى ان انا ايه، ان انا اروح للمعلم وسيد الناس. انا الراجل ده شغال شغلانه ملكيه، والله العظيم بجد. يعني بصوا يا جماعه المجهود اللي عشان تعرفوا بس ان ايه، ان بيهايند ذا سين الطالب في المانيا بيعيش ازاي. لسه سأله دلوقتي قال لك مفيش غسالة اطباق. لا هي دي غسالة الاطباق بالظبط، هي دي غسالة الاطباق بتاعتك. فما تفتكرش يا باشا انك انت في المانيا هتعيش ملك، لا 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 لا. انت اخرك هتاخد مايكرويف اهو، غلبان كده فقير، وهتشتغل بايدك انك انت تغسل كل حاجه في المواعين اهو حقيقي. يعني هتعيش عيشه لا مؤاخذه زي ما انت عايش في شبرا مثلا عادي، ما تفتكرش انك انت هتتطور ولا اي حاجه. هو كتر الف خيرهم ان هو حاطط لهم شويه توست بتاع حد ده، صح؟ يا راجل يعني انا مش جاي مع الشقه؟ لا 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 كمان يعني ده يعني مصروف عليه يعني. احنا اللي جايبين الحاجات دي، والخلاط والهاند بلندر وكل ده والاير فراير والفرن وكل حاجه احنا اللي جايبين. يعني انت عندك بس البوتاجاز والفرن بس بالظبط كده. طب والبتاع دي انتوا بتشتروها برضه ولا ايه؟ لا هو الفلاتر. اوكي. بقى كل حاجاتك بقى الطاسه والحله والحاجات دي كلها انت برضو اللي بتشتريها. انت برضه مشتريها. الله عليك. طب والثلاجه جايه معاك بقى؟ الثلاجتين دي اهم حاجه صح؟ الناس اللي معاك هنا في البدروم الناس لطيفه ولا ايه الوضع؟ جربت البتاعه دي قبل كده؟ بتاعت حد دي اكيد من هنا، حد الماني كمان. الايه دي؟ اللي هي دي مش شايف اللي تحت دي؟ لا ايه دي؟ معرفهاش دي. اوف دي عالميه،
دي اكله جامده قوي. دي بتعمل بيتزا او زي ساندوتش عليه اكل البيتزا نفسه، وبتقعدوا انتوا كلكم مع بعض هنا. ايوه. وانت قاعد بتستوي معاك على الفرن وبتاكلوا مع بعض وانتوا قاعدين. دي جامده جدا. لا والله دي عالميه. لا عمرنا حلوه في التجمعات. عمرنا ما عملناها، احنا اصلا في الشارع ما بنحبش بعض. انا عايش معاهم كده بس بالحب يعني من بعيد لبعيد. ما بنحبش بعض. دي يا جماعه حلوه جدا بصراحه. المدينه اللي احنا فيها دي الرياح فيها ايه؟ تطيرك. انا فهمت كده ليه انت بتدرس الطاقه اللي اسمها ايه، الانرجي. عشان الرياح اللي هنا هتطيرني وهتطيرك وتاخدنا النورد كله ونروح. مش كده. مش كده يا بيه. انا طلعت بس البلكونه دلوقتي. اكل عيشنا يا باشا، اكل عيشنا ده. فلوس يا بيه. ايوه الهوا. الفلوس يا بيه. الهوا ده اللي اكلنا المام. يلا يا جماعه ننقل بقى الشنطه هي كلها. عايزين بس نقول تحيه وسلام واحترام وشياكه وشكر خاص للاستاذ بيه البسيوني. اقسم بالله نورتني على الاستضافه الجميله اللطيفه الخفيفه الظريفه حبيبي. واللي عجبني في كل ده بقى ايوه البيض اللي احنا كنا نصور. حته الاومليت كان عالمي. بس والله المنظر من هنا لطيف يعني. ممكن تعمل هنا قاعده اصلا. المكان ده بص دي اوضه ثانيه ودي زي ستوريج روم كده، بس دي مقفوله. دي دايما بس العمال او الشداد الفيرك هم اللي ليهم اكسس عليها. صدق انا اول مره اشوف الفتحه دي. هنا عشان اللي يطلع عايز ينتحر. اي حد عايز ينتحر يطلع منه على طول. بس المنظر اللي هنا جامد بصراحه. دي البلكونه بتاعتنا. منظر فعلا حلو. انت ما تصورهاش بقى عشان في هنا باركنج شايف عندنا بتاع شحن للعربيات لو عربيتك كهرباء. سلام على الشياكه. ببلاش. سلام على الشياكه. احب انا الحاجات دي. لا بس ده هتلاقيه مش ببلاش، ده هتلاقيه بالكارت. لا ببلاش. هنا ببلاش. لو طالب لو عندك طالب عنده ضرب ببلاش. ببلاش. معلومه جديده دي. طب انا ينفع ارجع ابقى طالب طيب؟ ما انت لو طالب اكيد مش هيبقى عندك عربيه اكيد. ولو عندك عربيه مش تبقى كهرباء. يلا بقى ايه واحده بقى كده ايه. واحده كده بقى من ايام مصر. استنى بقى واحده كده. 1 2 3 استنى يلا. وصلي صلي صلي على النبي صلي. ده بقى الكومن اريا اللونج. ده لما بيجي لك ضيوف ولا حاجه مش مضطر حد يطلع لك الشقه فوق. انت ممكن تستضيف كل ضيوفك هنا ايه. فيها العاب بقى. في حد من الضيوف بيقرا كتب؟ الله ايه الضيوف المثقفه دي. تعال اوريك حاجه حلوه. ايه ده؟ الله. شايف انت كل واحد هنا من دوله بيحط البيستيك دي كده ايه على الدوله بتاعته. احنا عاملين ايه على فلسطين ومصر. العب مرشقين فلسطين كلها اهو. فلسطين اهي يا جماعه. في ناس هنا كتير عرب بقى. لا هو انا اللي حاطط دول هنا. هو مفيش غير انا وواحد بس. احنا اللي هنا بس عاملين كده عشان خاطر فلسطين. ودي زي الكومن اريا كده للناس كلها تقعد هنا. اللي عايز يلعب واللي عايز يقعد لو عندك يذاكر يعني مش عارف ايه. في رمضان كنا بنحط السفره دي كده كلها بالطول. نفطر كلنا سوا هنا والباقي بقى بيقعد على الكراسي كده. في مثلا طبعا في الماتشات. الشاشه دي بقى بنقعد نتلم كلنا هنا كده. بالظبط. مش مضطر بقى يبقى عندك في بيتك الصالون بتاعك وبتاع. لا هو منفصل تماما عن. لا القعده لطيفه يعني. انت عارف انا ممكن اجي اصلا اعمل ما عندك هنا هوم اوفيس واشتغل من هنا. انت عارف الحياه. والناس هنا زي الفل. والله الحياه لطيفه. مش محتاج كمان ان انت معايا شريحه بتاعه الشغل. جامد. الحياه لطيفه. وده باب الضيوف عشان عشان ما يخشوش مع ناس طول عمرهم. احنا جامدين لا مؤاخذه مش اي حد يجي معانا. بس منظر العماره برضو شيك يعني مودرن خالص. شايف هنا برضو. شايف الموضوع ده حلو قوي. شايف الرياح بقى ده او المايك ده بقى اللي هيعذبنا في المايك دلوقتي. يا جماعه انتوا سامعيننا ولا ايه ده؟ المفروض بقى معرفش تظبط ولا لا الله اعلم. بص هنا برضو ايه تجيب قفل وتشنكله في بلدك. دي برضو خريطه العالم زي ما انت شايف. تجيب قفل وتشنكله في بلدك. بس انا طبعا مش هعمل كده. عايز فلوس اجيب اقفال. النقط الخرام دي هي دي ايوه خريطه العالم. لا دي اهي بص. ايوه الاخرام دي. افريقيا هنا مش عارف ايه. تجيب بقى حاجات مشنكله هنا كده خلاص بقينا في مصر. انترستنج والله. حركات لذيذه فاهم لطيفه. حركات كده تشجع الناس اللي قاعده في الوحده هنا عشان ما يبقوش عندهم امراض نفسيه. ده المبنى لو عايز تصور بقى المبنى. انا عاجبني اللي هو الطبق الطاير اللي هم راسمينه على البتاع ده. يا جماعه احنا قررنا احنا ننزل نشوف البلد ونشرب قهوه. لاتيه ميكياتو. لاتيه ميكياتو.